بص بقى اللي انا كنت بقول لك عليه عشان اللقمه ما تبقاش تخينه معانا. بص يا علي، بص الحشو، بص كده ما شاء الله. بص الورق مورق اهو وخفيف مش تقيل، ورق مش تقيل عشان ما يبقاش عجين معايا. ده اللي انا كنت بتكلم معاك فيه. بص بقى يا استاذ علي الجلاش انا بقول لك عليها، بص بص اللمعه بقى بتاعت الشربات، حشو مخرز اهوت ما شاء الله. بص تاكل جلاش وبعدين بص بقى اسمع كده معايا يا استاذ علي، اسمع كده معايا. بص قرمش، بص سامع يا استاذ علي؟ سامع دي؟ ده اللي انا بتكلمك فيه. ايوه لون ذهبي ما شاء الله، لون فاتح معاك اهوت، تسويه محترمه، شويه جلاش محترمين ومخدومين وتسويه وكله جوده ما شاء الله مظبوطين خالص يعني. بص يا استاذ علي احنا النهارده هنعمل طريقه حشو الجلاش بتاعنا. تمام. طبعا حشو الجلاش ده على حسب الناس ما شغاله، في ناس بتحشي حاجات كتير، ولكن انا هديك حاجه اقسم بالله عن تجربه، حاجه محترمه جدا جدا واشتغلها ان شاء الله تطلع معاك 10 على 10. اول حاجه احنا معانا زدان يا استاذ علي بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده كده، ده زدان اهو، احنا مكسرينه نص تكسيره. تمام. لان انا عايزه لما ياكل ايه يخرس في بق اللي بياكله، ما يبقاش ناعم قوي. السودان اهو يا استاذ علي بالطريقه دي كده. تمام. بعد كده يا استاذ علي هندي كيلو سكر زي ما حضرتك شايف كده بالظبط بالطريقه دي كده، كيلو سكر برده عادي بالطريقه دي كده عاديه خالص اهي. معانا جوز هند برده يا استاذ علي الخش اللي احنا اتكلمنا فيه اهو، اهو جوز هند بالطريقه دي كده يا استاذ علي. هناخد كده، انا هديك شويه حشو جلاش اقسم بالله حاجه محترمه جدا. لاي نوع جلاش حلو طبعا لاي نوع جلاش تحشي بيه زي ما انت عايز. يبقى احنا كده حطينا سوداني سكر وبعد كده بنحط جوز هند. جوز الهند كل ما يبقى خشن يبقى افضل واحسن. كامل الدسم، طلع معاك حاجه كويسه جدا اهو. هنخلطهم كده ببعض كده يا استاذ علي بالمنظر اللي حضرتك شايفه ده كده كده كده. اول حاجه بدانا بيها هو الحشو بتاع الجلاش. بالظبط كده. تمام يا استاذ علي. تمام. بعد كده معانا واحده زيت زي دي كده، هنحط لها واحده زيت كده يا استاذ علي. طبعا يا جماعه عشان برضو الناس ما تقولش كتير، واحده زيت يعني كيلو زيت على كميه حشو زي ده مش حاجه. كده كده اصلا الجلاش بيتحشي كله وبيخش بياخد سمنه ويخش الفرن زي ما انت عايز كده يا استاذ علي بالمنظر ده كده. كده الحشو تمام معانا كده بقى يا استاذ علي. هديك انا تركايه صغيره معلش. بص يا استاذ علي دي فانيليا، احنا هندي برضو ايه سنه صغيره كده برضو الطعم معانا. تمام بالمنظر ده كده. ودي سمنه فلاحي هندي برضو كده يا استاذ علي كده اهو، حاجه برضو كويسه خالص ما شاء الله الطعم معانا برضو كده اهو. هيدي معانا تيست كويس قوي، تيست محترم جدا يعني. بس يا شيف طبعا، وهيدي معانا تيست عالي قوي ان شاء الله يعني. يبقى كده احنا حطينا يا استاذ علي سوداني في الاول. بعد كده حطينا جوز الهند بتاعنا. بعد كده حطينا سنه فانيليا. بعد كده حطينا السمنه الفلاحي. بعد كده حطينا واحده زيت. عايز تضيف سمنه نباتي مفيش اي مشكله حسب الايه المتاح قدامك واللي موجود معاك في الشغل. تمام. ولكن انا بديك حاجه تدي معاك تيست محترم جدا وحاجه تدي معاك شغل عالي. كده الحشو معانا جاهز يا استاذ علي بتاع الجلاش اهو، زي ما حضرتك شايف كده يا استاذ علي بالظبط اهو. اهو يا جماعه الحشو معانا اهو. طبعا يا استاذ علي احنا بندي الناس اقسم بالله الحاجه اللي احنا بنشتغل بيها بالعيار وبالجرام، ما بنستخسرش في حد اي معلومه يعني. والله العظيم زي ما بنعملها، لان احنا مش خسرانين حاجه، بل بالعكس احنا بنبقى مبسوطين لما الناس تعمل حاجه ورانا وتقول ان احنا جربنا حاجه من وراكم وطلعت كويسه او مظبوطه. احنا بنبقى مبسوطين وفي قمه السعاده والله. صح. في ناس بقى يا استاذ علي بتحط زبيب، في ناس بتحط سميد، ولكن السميد ده انا ما رشحوش نهائي، لان السميد ده اصلا المفروض انه عجين، لما يخش الفرن معاك يكتم الجلاشه اصلا ويطلعها معاك زي العجين. انا بديك حاجه حتى لما تشوفها بعد كده لما الجلاشه تطلع وتستوي معاك هتلاقي حاجه مفروله معاك، حاجه محترمه جدا 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 تعجبك ان شاء الله. الجلاش مكتوم ما يبقاش مكتوم، لا انا بديك حاجه كويسه ان شاء الله. كده الجلاش اهو الشيف محمد هيبدا يلف. بص يا استاذ علي احنا طبعا بناخد الجلاش ده على ورقتين. ايوه اول ورقتين معانا هم، هنحط شويه الحشو بتوعنا كده ايه بالطريقه دي كده يا جماعه. طريقه سهله جدا 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 على فكره، ما فيهاش اي حاجه والله يا جماعه. بس احنا طبعا ايه هنحشي كويس، وبعد كده يا استاذ علي هنبرم كده اهو، نعصر نبرم ونعصر اهو، نعصب عشان اللقمه ما تبقاش ايه فاضيه معايا اهو بالمنظر ده كده. وبعد كده ننقل كده في الصاج بتاعنا اهو اهو يا استاذ علي بالمنظر ده كده. تمام. تاني يا جماعه برضه اهو عشان الناس ما تستصعبش الامور، الامر سهل جدا اقسم بالله ما فيهوش اي حاجه اهو يا استاذ علي. خدنا الثانيه دي كده يا استاذ علي، وبعد كده حطينا شويه الحشو بتوعنا اهو. طب بتاخد رقتين يا شيف؟ نعم. رقتين ولا ثلاثه؟ لا ورقتين بس، ورقتين عشان اللقمه تبقى خفيفه معانا لما تاكل ما تلاقيش عجين في بقها. تمام. برضه اهو يا استاذ علي كده اهو بالطريقه دي كده اهي اهي اهي. هذا الجلاش بتاعنا يا جماعه اهو. بس ممكن نعملها ثلاثه برضه. ثلاثه هتبقى اللقمه تخينه. تقيله يعني. هتبقى اللقمه تقيله، تاكل تحس انت بتاكل عجين. تمام. باخد انا دي كده وزع عليها اهي كده اهو، وبعد كده احط شويه الحشو بتوعي زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، عشان تشيل الحشو برضه الثانيه دي، عشان تشيل الحشو معايا وعشان اعصب اللقمه براحتي. اهي يا استاذ علي، اهي يا استاذ علي. بص بقى اهم حاجه يا استاذ علي اللي انا بعمله ده، بص اللي هو ده انا بعصب لك اللقمه اهو اهو يا استاذ علي. هذا الجلاش بتاعنا يا باشا اهو
تمام. خلص بقى بقيه الكميه اللي معانا يا استاذ علي. ونبدا نقطع. ونبدا بقى نقطع ونوري برضو الناس احنا هنسويه ازاي ونحط له سمنه ازاي، كل حاجه ان شاء الله اول باول. كده الشيف محمد خلص الصاج هيبدا يقطع. ده يا استاذ علي احنا بالنسبه للصاج خلصناه. طبعا احنا هنصغر اللقمه يا استاذ علي نعملها حاجه سواريه. أيوة. عشان اللي ياكل لقمه يا جماعه يحطها في بقه ويخلصها، ما يسيبش منها حاجه في الطبق. ما يبقاش في تهدير يعني في الفرن. ما يبقاش في تهدير في الجلاش. بص يا استاذ علي بالشكل ده كده. معقول كده يا شيف؟ طبعا. عشان اللي ياخد لقمه يا استاذ علي ياكلها يخلصها، ما يسيبليش حاجه منها وتتهدر. انا مش عايز اهدر لان الحاجه غاليه على الناس مع احترامي ليك. صح. والحاجه بتتكلف النهارده. اكيد. المنظر ده كده يا جماعه بالظبط. أيوة. وبعدين معانا كده يعني احنا ان شاء الله معانا 10 كيلو جلاش النهارده، هيعملوا معانا كميه مظبوطه كده، هيعمل معايا عدد مظبوط. ليه؟ لان انا مش مكبر اللقمه يا استاذ علي. مصغر اللقمه. قطمتين يا شيف. بالظبط كده. والله وما شاء الله يعني في ناس تاخدها على قطمه واحده. كده بقى ندي السمنه يا شيف. كده بقى يا استاذ علي هديله السمنه وادخله معايا الفرن. أيوة. برضه هدي لك السمنه وهرجع لك بيه تاني على طول اهو. بصوا يا استاذ علي كده احنا خلاص اضفنا السمنه بتاعتنا اهي. هندخله بقى الفرن نسويه، وكده كده احنا بعد ما بنطلعه من الفرن بنصفي السمنه اللي فيه كله، ما نخليش فيه سمنه. اهو يا استاذ علي بالمنظر ده كده. بس هو لازم ياخد سمنه زياده. لازم ياخد سمنه عشان ايه؟ عشان يتلدم من الوسط ما يبقاش ني. أيوة. ما يبقاش من فوق ومن تحت مستوي ومن النص، لان في حشو في النص انا عايزه يستوي. تمام. والسوداني اللي احنا اضفناه ده سوداني ني مش متحمص. أيوة. عشان انا عايزه يستوي هنا في الجلاش. دي برضو الكنافه السيجاره يا شيف. ده الكنافه السيجاره المبرومه يا استاذ علي اهي برضو. احنا برمناها اهي يا جماعه اهي، وبعد كده اديناها شويه السمن بتاعها وهندخلها برضو الفرن معانا. وبعد ما تستوي برضو نديها العسل بتاعها ونقطعها. ماشي يا شيف. معانا برضو يا شيف هنا الكنافه العيش. معانا كنافه عيش يا استاذ علي اهي برضو دخلت الفرن اهي. ايوه. ان شاء الله معانا تشكيله محترمه قوي ان شاء الله باذن الله النهارده باذن الله. كده الجلاش اهو بعد ما طلع من الفرن. بص يا استاذ علي بقى الجلاش احنا خلصناه اهو. تمام. ايوه. بص بقى اللي انا كنت بقول لك عليه عشان اللقمه ما تبقاش تخينه معانا. بص يا استاذ علي، بص الحشو، بص كده ما شاء الله. بص الحشو يا استاذ علي، بص الورق مورق اهو وخفيف مش تقيل. ورق مش تقيل عشان ما يبقاش عجين معايا. ده اللي انا كنت بتكلم معاك فيه. احنا كده خلصناه وسويناه. هنبدا بقى نديله الشربات بتاعه يا استاذ علي. ايوه. الشربات اهو يا جماعه. هنبدا بقى يا استاذ علي نسقي كده اهو السيرب بتاعه يا استاذ علي اهو. احنا سيبنا الجلاش هدى شويه يا شيف. الجلاش هادي خالص، مش هادي شويه، هادي خالص. بس يعتبر دافي يعني. لا هادي خالص كمان. لان احنا عندنا الشربات سخن لسه يا استاذ علي. فاحنا هنسقي كده بالطريقه دي كده يا استاذ علي بس. تمام كده اهو. ان احنا كل الشربات عندنا يبقى طايله كل الجلاش يبقى طايله شربات اهو بالطريقه دي كده يا استاذ علي. انت هتديله زياده وتصفيه. بالظبط كده، هصفيه على طول في الوقت الحالي يعني. بص بقى يا استاذ علي الجلاش انا بقول لك عليها. بص اللمعه بقى بتاعت الشربات. بص والحشو ما شاء الله. بص حشو مخرز اهوت ما شاء الله. بص تاكل جلاش. وبعدين بص بقى اسمع كده معايا يا استاذ علي، اسمع كده معايا. بص قرمش. بص سامع يا استاذ علي؟ سامع دي؟ ده اللي انا بتكلمك فيه. ايوه تمام يا شيخ. وهنا زيه برضه. وهنا برضه زيه يا استاذ علي اهو نفس الطريقه برضه اهو. برضه نفس الطريقه معانا يا استاذ علي. بص طبعا لو الاثنين دافيين يا شيف يعجن على طول. يعجن معايا، فانا عايزه يخروش معايا. فعشان يخروش معايا لازم حاجه من الاثنين تبقى هاديه، ويبقى العسل تقيل ما يبقاش خفيف. العسل ده كل ما يهدى يبقى اتقل من كده يا استاذ علي. ما شاء الله ما شاء الله. بص يا استاذ علي اهو. نبدا بقى يا استاذ علي نصفي. احنا كده خلاص. بص هو كده شرب معانا عسل. نبدا بقى نصفي الزياده بتاعه خلاص اهو بالطريقه دي كده. نصفيه خالص يا استاذ علي، احنا مش محتاجين فيه عسل تاني خلاص. كده ما شاء الله يا شيف ولا كلمه كده. ولون ذهبي ما شاء الله، لون فاتح معاك اهو. التسويه محترمه، شويه جلاش محترمين ومخدومين وتسويه وكله جوده ما شاء الله مظبوطين خالص يعني. لسه طبعا يا استاذ علي الجلاش ده كله هياخد كبسول شكلمه، هيتكبسل في كبسول لسه. وهوريك بقى الطبق النهائي ان شاء الله باذن الله اللي هيبقى على السفره. تمام يا شيخ. بص يا مصطفى. واحد خضار يا باشا.
عطوا صحة رجالة، شرفتونا والله.